استاذ سفروت. ايوه يا عمو. ايه يا عم مالك سرحان ليه؟ مش قادر، الريحه في مناخيري لسه مأثره عليا. ريحة ايه بس؟ انا خلاص يا عمو، انا مش هروح اصلي مع محسن تاني في المسجد. ليه بس؟ ما محسن كويس انا عارفه ده. طفل لطيف وظريف ودمه خفيف. لكن رجليه مش لطيفه ابدا رجليه؟ ابدا. طب وانت مالك مال رجليه؟ بمجرد ما بيخلع الشوز بتاعه وبيدخل المسجد، مش عايز اقول لك بيبقى خلاص هيغمى عليا وبيصلي بقى، وانا باجي اصلي جنبه ومش قادر اقف من ريحه رجليه. ياه. طيب طب انت ما سألتنيش ليه؟ وانا كنت ممكن اقول لك نصايح ليه. انت كلمته في حاجة؟ طيب انا قلت له اللي انت فيه ده مش كويس، ولازم تغسل رجليك بالكلور والميه والصابون، ومش هعرفك غير لما تبقى نضيف. لا كده ما ينفعش. هي دي طريقة تنصح حد تقول له كده؟ امال اقول له ايه بس يا عم؟ لا، ما هي طريقة النصح بتبقى بالراحة، وبعد كده تاخد مثلا المعلومة الصحيحة مننا وانت تروح تقولها له بينك وبينه. وعشان كده جيت لحضرتك. ما انت بعد ما اديت له كلمتين في جناب وتقول لي جيت لحضرتك. خلاص بقى يا عم، هبقى اعتذر له بس اعرف ما كل مرة تعمل كل شوية كل حلقة تروح تعتذر لحد؟ ينفع الكلام ده؟ لا طبعا مش ينفع. احنا الاعتذار يعني خلق كويس وجميل، بس برضو يعني مش لازم بالراحة وما نغلطش بسرعة كده، صح؟ صح، عند حضرتك حق. بص، هو رائحة القدمين ليه بتحصل رائحة في القدمين؟ ايوه ليه؟ عشان احنا بنلبس الحذاء لفترة طويلة. واحد، اتنين، عدم النظافة. لانه فعلا لو احنا بننظف، مش بننظف بس وننشف، لان وجود الماء بين الاصابع بيؤهل لوجود بكتيريا او فطريات، وغالبا تبقى فطريات، والفطريات هي ذات الرائحة الكريهة. يبقى احنا ايه؟ اول حاجة النظافة، والايه؟ الجفاف، يعني ننشف كويس. نغير الشراب بتاعنا يوميا، وممكن لو فترة طويلة هنلبس الحذاء يبقى ممكن أكتر من مرة. الوضوء في حد ذاته للصلاة 5 مرات في اليوم، ده يقلل رائحة القدمين. النظافة بالظبط. يبقى نظافة زائد جفاف زائد قص الأظافر، لأن مكان الأظافر بيبقى مكان لنمو البكتيريا والطفيليات والفطريات، فبالتالي بيعمل رائحة كريهة. يبقى النظافة، الجفاف، ثم قص الأظافر. ايوه. بعد كده تغيير الشراب على الأقل مرة يوميا. الحاجة المهمة، طب طفل عنده بقى رائحة قدم كريهة، بيبقى في بعض الأشياء مضادة للفطريات بندهنها لفترات طويلة. وفي بعض الباودر بنحطه جوه الشوز عشان ما يخليش فيه رائحة كريهة. بس كعلاج طبعا لفترة، لغاية ما الحالة العامة بتاعت رائحة القدم تقل بالنصايح ديت مع العلاج. هتلاقي ان مفيش رائحة في القدم تمام. ممكن بالراحة خالص تقول اسمه ايه اللي صاحب محسن صديقي، محسن صديقك، تقول له الكلام دوت، هتلاقي ان الامور معاه ماشية بشكل طبيعي. انا هروح اعتذر له عشان قلت له اتنرفزت عليه بصوت عالي، وهنصحه ان هو يروح للدكتور ويتعالج. بالظبط كده، اتفقنا؟ اتفقنا خلاص. وكل حاجة بلاش ناخد يعني رد فعل سريع، خليك متأني. اتفقنا؟ حاضر يا عم، مش هتسرع تاني ان شاء الله. ماشي يا سيدي، عن اذن حضرتك. اشوفك المرة الجاية بقى. باي باي. مع السلامة. السلام. لي 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 لا 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 لي 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 لا 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 لي 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 لا 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 روشتة 100%، بس يا ريت نعمل بيها. شكرا يا دكتور. الله ينور عليك يا دكتورة. ودلوقتي يا أصحابي جه ميعاد الفن والإبداع مع الفقرة الفنية. طب يلا بينا.